السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هعمل معاكم ديك رومي وبط، وهنعمل كمان حمام بتتبيله واحده للديك الرومي وللبط. وهعمل الحمام المره دي بطريقه مختلفه برضو، هزود معلقه هتفرق معانا في الطعم. اول حاجه نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الديك الرومي ده معايا وزنه 5 كيلو. تمام. غسلته بقى كويس وبالدقيق والملح والليمون، وشطفته بالميه، وبعد كده بقى بمسحه بالمناديل كده بالشكل ده من اي ميات او اي دم كده او اي حاجه بتكون داخل الديك. معايا بقى بصلتين كبار، ومعايا نص راس تومه. هنعمل بقى التتبيله اللي هنتبل بيها الديك الرومي وتتبلي بيها البط، وممكن كمان تتبلي بيها الفراخ وتعملي بيها فراخ مشويه. جميله جدا التتبيله دي. نزلت بالبصلتين الكبار ونص راس تومه وكوبايتين من الزبادي. لو اول مره تشوفيني وما اشتركتيش في القناه، فضلا منك اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعارات بوصفاتنا ولايك للفيديو. ضفت هنا معلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه من الملح، ومعلقه من السبع بهار، السبع بهارات. تمام. ومعلقتين كبار من البابريكا. ادي معلقه ومعلقه. هنا في حوالي نص كوبايه من الصلصه. بصراحه انا ما بضيفش صلصه، بس هي كانت موجوده فقلت اضيفها بقى، لان انا كنت خلصت اوردرات وشغل فمش هستخدمها في حاجه. تمام. وهضيف معلقتين كبار من الدبس رمان او 3 معالق، 3 معالق من دبس الرمان. وهضيف معلقتين من الصويا صوص. هضربهم بقى في الخلاط ضرب ناعم وبقى بالشكل ده. تمام. هنجيب بقى الديك الرومي بتاعنا ونبدأ ان احنا نتبله. هنزل بقى بالتتبيلة كده في بطن الديك ومن فوق، وهنا كده على الصدر كده من جوه، وهنعمل له بقى مساج كده بالتتبيله. بعمل فتحات كده بالسكينه او بالخله، الافضل خله خشب. عشان بس الديك ما يتبهدلش منك. وادعكه بقى كده بالتتبيله، وادخل هنا كده التتبيله عند الورك كده من جوه. تمام. ومن الظهر كده بالشكل ده. كده خلاص تبلنا الديك الرومي. هندخل بقى على البطايه، برضو غسلاها بالملح والخل والدقيق والليمون، وبتبلها بنفس التتبيله بتاعه الديك الرومي. طبعا احنا هنعمل البط روستو في الفرن، وكمان الديك بنفس الطريقه. تمام. هغطيهم بقى واشيلهم في التلاجة. طبعا انا عاملاهم من بالليل، وهبدأ بقى اسويهم تاني يوم. ده كان اوردر عروسة. تمام. اوردر عشاء، يعني عشاء عروسة. تمام. فعملته بقى قبلها بيوم كده من بالليل، ونبدأ بقى نسويه تاني يوم. هندخل بقى على الحمام. انا شلت بقى الديك الرومي في التلاجة، وهنا تاني يوم بقى هبدأ اعمل الحمام الاول قبل ما اسوي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما اسوي الديك والبط. تمام.
معايا بصل مفروم، ومعايا الكبد والقوانص غسلاها كويس ومقطعاها قطع صغيرة. وهنا البصل معايا بصل برضو مفروم، حطيت عليه فلفل اسمر وملح. وهدعك بقى كده الفلفل البصل والفلفل كده والملح. تمام. وهنبدأ بقى نتبل بيهم الحمام. الطريقة دي للحمام بتفرق جدا في الطعم، وبتخليه طعمه حلو كده وزي العسل بصراحة. هنا الحمام بقى غسلاه كويس، وطبعا مفرغة كده الجلد من اللحم، عشان هنا الحتة دي اللي هنحشي فيها تحت الصدر كده. بحط شوية كده من البصل في بطن الحمامة كده وعلى الصدر من جوه. تمام. اهو بالشكل ده، فاصلة الجلد كده بتفصليه عن اللحم علشان تحشي منه. وبرضو تتبليه بقى كده بالبصلة بالشكل ده. هخلص بقى الكمية كلها ونشوف هنعمل ايه. تمام. حشيت بقى هنا الحمام بالبصلة، ومعايا حلة على النار. تعالوا بقى هنعمل ايه، هنعمل الفريك. حلة على النار فيها المادة الدهنية بقى بتاعتي. انا ضفت سمنة، طبعا سمنة بلدي وزبدة، يعني زبدة بلدي، وضفت زيت عشان الزبدة ما تتحرقش. ونزلت بالبصلة بتاعتي. تمام. وهبدأ بقى اشوح كده او اقلب في البصلاية لحد ما تدبل معايا كده بالشكل ده. هنزل بالكبد والقوانص بتاعتي اللي مقطعاها قطع صغيرة، كبد والقوانص بتاعت الحمام. ضغطتي اللايك ولا لسه؟ يلا اضغطي اللايك وتابعني للاخر علشان نشوف هنسوي الديك ازاي والبط. وهنعمل الحمام كمان بطريقة، يعني مش هنحمره، احنا هنشويه في الفرن. تمام. نزلت بقى بالملح والفلفل الاسمر والسبع بهار اهي معلقه بقى الصويا صوص دي بقى هتفرق معانا في الطعم. وضفت كمان جنزبيل بودره، نص معلقه صغيره من الجنزبيل. وحمرت بقى الفريك بتاعي بالشكل ده. انا عامله كيلو فريك لان بسم الله ما شاء الله هعمل 20 يعني 10 تجواز حمام. تمام. وغطيت بقى عليها. هسوي الفريك 3/4 تسويه، مش تسويه كامله. تمام. وههدي النار عليه لحد ما يستوي 3/4 تسويه ويتشرب الميه بتاعته. وبعد كده خلاص بقى بالشكل ده اسيبه بقى يبرد تماما قبل ما احشي الحمام بيه، عشان غلط لما تحشي الحمام بالفريك وهو سخن. وهحشي بقى كده بالشكل ده. بدخل كده الفريك كده في بطن الحمامه بالشكل ده، وبضغط بصباعه، والصباع التاني اللي من فوق ده بسحب بيه الفريك كده لفوق زي ما انتوا شايفين. وبساوي بقى الحمامة كده بالشكل ده من فوق من عند الصدر. وباخد شوية احطهم تحت الجلد كده. هنا انا بحشي تحت الجلد، ما تكتريش عشان الحمام ما يفرقعش منك. وهدخل هنا برضو في بطن الحمامة. جربي دي تضيفي دبس الرمان على تتبيلة الحمام، حلوة جدا هتعجبك. وبعد كده بقى بنكتف الحمامة. بتاخدي الرجلين كده بتدخليها في الحتة الفتحة اللي تحت دي، وندخل التانية عند الرجلين من الجنب التاني. طبعا بقى الاكل ده او الاوردر ده انا قلت اصوره. انا عاملاه بكذا طريقة على القناة، عملت كذا فيديو حمام، وكمان كذا فيديو ديك رومي، تقريبا فيديوهين ديك رومي، بس كل مرة بتتبيلة مختلفة. وطبعا بقى احنا داخلين على رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. فهتحتاجوا طبعا الاكلات دي لعزومات رمضان. يعني تتبيلة وحاجة ان شاء الله لو جربتي طريقتي هتشرفك جدا بصراحة، يعني في العزومة. الحمد لله هم شكروا فيها في الاوردر، وكمان ليهم باقي اوردر كمان هياخدوه اخر الاسبوع، حمام برضو وبط.
تمام. شايفين بحشي كده الصدر من فوق، وهحشي من تحت الجلد. وفي بطن الحمامة من جوه. وبعد كده بنكتف الحمامة، ندخلها في الفتحة كده اللي تحت بالشكل ده، والرجلين بندخلها في الرجلين من جوه. وبدخل بكتف بقى برضو الجناح، برجعه كده لورا، بيكون شكله افضل من انه يبقى زي ما هو كده. ماشي. هخلص بقى الكمية كلها وارجع لكم. هنا خلصت كمية الحمام كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. طبعا حاطه بقى مية على النار. شايفين بسم الله ما شاء الله الحمامة جامبو كبيرة، وبألف هنا للي هياكلها. معايا حلة على النار فيها مية مغلية، وهنزل بقى بالحمام بتاعي كده بالشكل ده. طبعا حطيه كله باتجاه واحد، يعني ما تحطيش واحدة عكس التانية، علشان مثلا لو حطيتي واحدة جناحها جا على الصدر من فوق ممكن تفرقع، او رجليها ممكن تخلي الصدر من فوق يفرقع. فحطيه كده واقف باتجاه واحد زي ما انت شايفة كده بالشكل ده. شايفين هما زي كأنهم ساندين على بعض كده، والرجلين كلها نازلة في اتجاه واحد. بلاش خلي الرجلين في اتجاه الصدر علشان ما تطقش او يفرقع منك. تمام. ونزلت بالحمامة التانية اهي بالشكل ده. هنزل بورق لورا وحبهان، وبعد كده هغطي عليه لمدة بياخد نص ساعة. نص ساعة تسوية وتروحي بقى مطلعاه على طول. ده لو حمام زغاليل صغير. تمام. ده هياخد معايا نص ساعة بالظبط. هغطي بقى هغطي عليه وهسيبه نص ساعة، وتعالوا نشوف. هنا بعد ما عدى نص ساعة الحمام بتاعي كان اتسلق. وهتعرفي ازاي ان هو اتسلق؟ بتمسكي الحمامة كده من عند الجناح او من عند الرجلين، بتشوفيها كده هتلاقيها اتعملت معاكي، يعني هتلاقيها استوت. شايفين بالشكل ده؟ انا اهو بوريكم تشوفيها من هنا او من الرجلين. اهو شايفين مستوية بالشكل ده، وبسم الله ما شاء الله يعني الحمام طالع زي الفل. مفيش حاجة فرقعت ولا حاجة طقت معايا في الحلة، وكله بسم الله ما شاء الله حاجة كده عسل. الحمام اهو بالشكل ده، حطيته في الصينية ورصيته كده. بترصيه على الظهر الاول وتدخليه تحت الشواية ياخد لون ذهبي، وبعد كده بتقلبي على الوش التاني وبيطلع بيكون انا حطيته بقى وعلى هو ما يتحمر شوية هكون ايه هنسوي بقى الديك الرومي. هنا الديك الرومي بعد ما تبلته ليلة كاملة هنسويه بقى بالشكل ده. معايا البوكيه جرنيه جزر وبصل وورق لورا. حاجة كده الديك الرومي تحطيه عليه في الصينية علشان الديك الظهر كده ما يلزقش في الصينية وهو في الفرن. تمام. هاخد بقى الديك بتاعي بالشكل ده، ظبطي بقى شكله كده وسويه في قلب الصينية علشان الشكل ده او زي ما هتقعديه هو ده الشكل اللي هيطلع بيه في الاخر. تمام.
معايا حبهان هحطه بقى كده في الصينية وعلى الديك كده بالشكل ده. انتي ممكن تحطي في التتبيلة حبهان وقت الضرب يعني، والبقية التتبيلة بنزل بيها على الديك. معايا الزبدة او السمنة، يا زبدة يا سمنة كده، بندهن بيها الديك بتاعنا كده من بره عشان يطلع معانا كده شكله بعد ما يستوي كده يبقى شكله محمر وجميل. الاوردر ده علشان لحد غالي عليا بصراحة، يعني كل حاجتها ما شاء الله زي العسل زيها. بقول لها الف مبروك الدكتورة فاطمة، وربنا يهدي سرك ويرزقك بالذرية الصالحة. مامتها على طول بتتابعني، ربنا يبارك فيها حبيبتي. الاوردر كله بالسمنة البلدي. تمام، هضيف بقى ورق زبدة الاول علشان الورق الفويل ما يلزقش في الصدر الديك وقت الشوية ويبوظ شكله. ورق زبدة الاول وبعد كده ورق الفويل، طبعا هو بياخد كمية مهولة من ورق الزبدة. تمام، وهدخله بقى الفرن في الرف الاوسط، يعني مش في الرف الاوسط، انا بنزل الفرن شوية. هنا مية مغلية في الصينية وضفت معلقة من الخل عشان الصينية بتاعتي ما تغمقش. تمام، وهحط بقى البطاية على شبكة. ظبطيها بقى كده وحطيتها على شبكة، وبرضو ورق زبدة، وبعد كده ورق الفويل، واقفلها كويس عشان يستوي طبعا على البخار هو او الديك الرومي. وحطيتهم في الرف الاوسط. بعد ساعة الديك بتاعي كان بقى بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله، يعني ساعة كده كان استوى او ساعة ونص. بشيل بقى من عليه ورق الفويل، والصوص بقى اللي نازل منه كده بدهن بيه الديك، وهو خد في الفرن ساعتين. وهنا بقى طلعت الحمام على ما البطاية كمان اتعملت معايا. شغلت لها الشواية وبعد كده خدت اللون ده بالشكل ده. تمام، والديك الرومي بدهنه كده بالصوص اللي نازل منه، بيديله لمعة حلوة جدا. وهجرنش بقى الطبق بتاعي كده. عايزة اقول لكم بقى ان المندوب كان على الباب وانا بقفل الديك الرومي، فكنت بعمل بسرعة بصراحة. قفلته بقى كده بالشكل ده وهركنه بقى على جنب، وهبدأ ارص الحمام. انا هنا بقى بقفل الاوردر بتاعي كده بسرعة. تمام اهو بالشكل ده. والصوص اللي بينزل من التتبيلة، طبعا الحمام ما ضفتلوش اي زيت ولا اي حاجة ولا اي سمنة، هو منه فيه كده واتحمر بقى بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. عايزة اقول لكم ريحته جميلة، وشايفين شكله بيلمع ازاي. قدمته بقى كده بالشكل ده، طبعا بورق فويل كده بنبدأ نعمل شكل حلو كده جمالي لرجلين الحمام، بنلبسها شرابات منخليهاش حافية تمام، وهحط بقى وردة كده حمراء وفرعين من الخضرة. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم، باي باي.